بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء والمستمعين الكرام، أهنئكم وأبارككم بمناسبة شهر رمضان العظيم، شهر ضيافة الله وشهر تلاوة كتاب الله، شهر من كل نواحيه فيه بركة والرحمة. وفي خطبة التي أرادها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الجمعة في شهر رمضان هو يشرح لنا هذا الشهر بهذا الشكل: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، سمي بشهر الله. كل شهور أشهر لله، ولكن لماذا سمي هذا الشهر بشهر الله؟ لأجل مغفرته وبركته ورحمته الخاص وتوجهه الخاص وعنايته الخاص لعباده. لأجل هذا سمي بشهر الله. بمعنى الأخرى شهر الناس، يعني شهر الله عز وجل يتوجه إلى عباده يعني بألطاف خاص. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني نوم هو شهر عند الله من أفضل الشهور على الإطلاق، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات، واللياليه أفضل الليالي. وهذا التأكيد يعلمنا بأن نستفيد كل لحظاته وكل لياليه وكل أيامه وكل ساعات، يعني فرصة مغتنم لنا في هذا الشهر. لأجل هذا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله نفحات في أيام دهركم أو عمركم، فتعرضوا أنفاسكم لنفحات الله. وأحسن وأكرم نفحات الله يعني تقع في هذا الشهر، ولا بد أن نستعد لتقبل ولأخذ ولاستقبال إلى هذه النفحات الإلهية، نفحات الرحمة والنفحات البركة. وأيضا في دوام الخطبة يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم من أهل كرامة الله. يعني الله عز وجل في هذا الشهر له مائدة الخاص، ومائدته هو القرآن، وأنزل القرآن في هذا الشهر، وكرامة وشرف هذا الشهر من أجل القرآن. مهما نستطيع أن نهيئ أنفسنا لعمل بالقرآن، وأيضا لقراءة القرآن وللكسب من معارف القرآن، أحيينا بهذا القدر أيضا هذا الشهر العظيم. فاسألوا الله بالنيات صادقة وبقلوب طاهرة أن يوفقكم الله لصيامه وقيامه وصلاته. يعني إذا نحن وفقنا أن نصوم كما المنظور منا، وأيضا أن نصلي كما الله عز وجل طلب منا، يعني صلاة الخاشعين، صلاة القانعين، الصلاة التي ينهينا من كل الفحشاء والمنكر ويرفع درجاتنا ويكون مقبولا عند الله عز وجل. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، يعني نومنا عبادة وأنفاسنا تسبح في هذا الشهر. وأيضا دعاؤكم عملكم مقبول ودعاؤكم مستجاب. كثير من الأوقات نقوم ببعض الأعمال ولكن أعمال غير مقبول ولم يقع، يعني لم يتلقى قبولا عند الله. ولكن في هذا الشهر يعني أي عمل إنسان يقوم به رضاء لله وأي دعاء يرفع، الله عز وجل يقبل ويستمع. فالشقي من الشقي؟ شقي من حرم فيه من غفران الله في هذا الشهر العظيم. يعني الذي هو شقي يأتي هذا الشهر وينتهي، ولكن هو لا يسعى، لا يتوجه إلى الله، لا يقوم بالتوبة، لا يقوم بعمل صالح، ويجعل نفسه محروما من فضائل هذا الشهر ومن ألطاف الإلهية ومن بركات الله. هذا هو الشقي. وأن الله عز وجل يقول في كتابه:
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نحن لأجل هذه الجائحة العامة مساجدنا مغلق، وكثير من الأعمال كنا نعمل في سنوات الماضية في المساجد نحن محرومون ونعيش غربة عميقة، ولكن هذا لا يعني أن نعطل العمل الإسلامي أو نعطل العبادات. نجعل بيوتنا مسجدا، والله عز وجل يؤكد يعني هنا بيوت على الأرض يرفع منها نور الله، والبيت التي يرفع منه نور الله ويذكر فيها اسم الله هو في مثابة النجم الساطع، يعني كما النجوم الساطعة موجود في السماء، أيضا لأهل السماء البيوت ساطعة موجود، يعني بيوت فيه أنوار الله، فيه ذكر الله وفيه تسبيح الله. ونسأل الله أن يوفقنا بقيامه وصيامه وجعل بيوتنا بيوت فيه ترفع يعني اسم الله وذكر الله ونور الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.